بقى وركزوا معايا. اول حاجه، انت لما تعوز تحجز فندق من على الموقع بوكينج بيحتاج منك الكريدت كارد بتاعك عشان تحجز فندق. تخيل انت دلوقتي الكريدت كارد اخرك تدفع $250 في الشهر، تمام؟ فعايز تحجز فندق مثلا ب $300 $400 $500، مش هتعرف تحجزه. هتضطر اللي انت تتواصل مع الفندق تقول له طب هدفع عند الوصول. مش كل الفنادق بترضى ان انت تدفع عند الوصول، تمام؟ دلوقتي في شركات سياحه هتقدر توفر لك اللي انت تحجز اي فندق انت عايزه، اي طيران انت عايزه، وتدفع بالجنيه المصري. انت كده حرفيا ما عندكش مشكله في موضوع الدولار خالص. انت كل اللي هتعمله هتجيب دولار من البنك بتاعك وانت مسافر بعد ما تحجز تذكره الطيران ومعاك التاشيره والفندق بتاعك، والفلوس دي هتبقى مصاريفك الشخصيه، مش هتحتاج تدفع بالدولار. الحل ده سهل وبسيط، ممكن سعره يبقى غالي شويه عن السعر الرسمي، بس تقدروا دلوقتي تتواصلوا مع فريق العمل بتاعي